اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم ان شاء الله وصفه جميله جدا وتحفه. وصفه سهله جدا وجميله جدا. تعالوا نشوفوا هنعملها ازاي. مبدئيا كده معلش هتلقانوا كده صوتها عامل لان انا بجد عندي برد، وهتلقاني كده ايه مش عارفه اتكلم كويس. استحملوني. تعالوا نشوفوا نعمل الوصفه القمر دي ازاي. طبعا انا حطيت كده طاسه كده على النار، احط فيها كده معلقه من السمنه واسيبها تسخن كويس جدا علشان هنشوف هنعمل فيها ايه تاني. زي ما انتم شايفين كده انا معايا اجنحه فراخ منضفاها كويس جدا وشطفاها وبجد تحفه معايا. اروح بقى ايه كده حطاها على السمنه واسيبها ايه تتحمر من ناحيتين علشان تديني لون حلو. وبجيب كده رشة كده صغيرة من الفلفل الاسود واروح حطاهم كده ايه على الفراخ علشان تديني طعم حلو وريحة حلو. قلبت بقى كده الفراخ زي ما انتم شايفين كده، حمرتها كده من ناحيتين، هطلعها وهنشوف هنعمل ايه تاني. طبعا انت حابه تعمليها بالفراخ بس ماشي، حابه تحطي عليها كفته ماشي. انا بصراحه حبيت اللي انا اعملها بالايه بالفراخ بالكفته. احط بقى كده كفته. طبعا انا عامله فيديو للكفته، لو حابين تشوفوها على القناه بتاعتي. عامله فيديو للكفته ازاي تعملي الكفته في البيت. احط بقى الايه كده كفته واسيب بقى الكفته ايه تتحمر كده وتطيب معانا علشان تبقى معانا قمر. يا حبايب قلبي حطيت بقى كده الايه الكفته، هسيب بقى الكفته ايه تتشوح كويس جدا. احط بقى ايه كده الكفته زي ما انتم شايفين كده. وادي اجنحه الدجاج بعد ما ايه ما حمرتها. ادي الكفته هسيبها الكفته ايه تتشوح كده من ناحيتين وتطيب كده معانا، وبعدين نطلعه وهنشوف هنعمل ايه تاني. طبعا مبدئيا هي الفراخ اتحمرت بس فما استوتش، الفراخ اتحمرت ما استوتش، يا دوبك حمرتها على الناحيتين بس هي لسه ما استوتش. نطلع بقى ايه كده الكفته. اهي قلبي زي ما انتوا شايفين كده حمرت الكفته. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. احط كده ايه وك كده على النار علشان هنعمل بقى الايه الخطوه التانية. انا طبعا اسيب الوك يسخن كويس جدا وبحط فيه معلقه كده من السمنه، معلقه حلوه كده من السمنه، واسيبهم طبعا يسيحوا كده بقى تسخن كويس جدا. وبعدين هنقول لكم هنعمل ايه تاني. طبعا كده انا معايا بصلتين كده كبار، قطعتهم كده ايه مكعبات صغيره، وبعدين احطهم بقى ايه واسيبهم بقى ايه يتبلوا معايا. اسيب بقى الايه البصل يدبل معايا، حطيت له كده رشه من الملح رشه من الفلفل الاسود، واقلبهم كده بقى واسيبهم ايه يتبلوا معايا. اقلب بقى كده الحاجات الامور دي مع بعض، اقلب بقى كده الايه البصل كده لحد ما يدبل معايا. طبعا فص واحد من التوم، فص واحد بتفرميه وتحطيه كده ايه على البصل، يديلك ريحه حلوه وطعم حلو. طبعا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كمان جبت نص قرن فلفل حامي وقطعتهم كده وحطيتهم. الفلفل طبعا بيديني ريحه حلوه. واجيب بقى كده ايه طماطم مكعبات، قطعت طماطم كده حبايتين من الطماطم قطعتهم مكعبات، وبعدين حطيتهم ايه كده ايه على البصل. وطبعا اسيب بقى الكلام ده ينزل ميته حاجات بسيطة، وبعدين هنشوف هنعمل ايه تاني. طبعا انا حطيت رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود فقط لا غير. طبعا اسيبهم بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، سبت المية ايه تنزل شوية، الطماطم تنزل شوية كده من ميتها. وبعدين بحط كده ايه كوباية من المية. ضروري جدا تحط كوباية من المية علشان نحط الفراخ مع الخلطة دي عشان الفراخ تستوي.
اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بقى ايه احط بقى الايه الفراخ، مش هحط الكفته دي هنحطها الاخر خالص. هنحط بقى الايه الفراخ ونسيب بقى الايه الفراخ تستوي مع القمر ده. هسيب طبعا الفراخ تستوي عشان الفراخ اوريدي نيه اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اسيب بقى الايه الفراخ تستوي براحتها، وبعدين هنوريكم هنعمل ايه تاني. ادي الفراخ طبعا بعد ما استوت، شوفوا لونها بقى كده ايه بيتغير، وبجد هتبقى معاكي تحفه. في المرحله دي انا احط الكفته. طبعا الكفته دي اختياري، انت حابه تحطيها ماشي، مش حابه تحطيها خلاص ما تحطهاش، بس انا فضلت ان انا ايه احطها، بتديني برضو طعم حلو وريحه حلوه جدا، وكانت طعمها بجد تحفه جدا، بجد كانت معايا روعه. اهو يا قلبي زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى الكلام ده، حسيت ان الكلام ده محتاج شويه كده من الفلفل، حطيت بقى ايه فلفل قصدي ملح، فانا حطيت ايه ملح. اسوي بيغلي بقى ايه كده دقيقتين 3، وبعدين بطفى عليهم. هتبقى معاكي مستويه طبعا، اوريدي الكفته مستويه دوك، بس الفراخ اللي كانت عاوزه تستوي، واحنا حطينا الفراخ من الاول خالص واستوت، وبعدين حطينا الايه الكفته. اهو شوفي شكلها جميل ازاي، بجد شكلها تحفه جدا، وطعمها بجد بيكون وهم، طعمها جميل جدا. ادي الوصفة بعد ما خلصت. بجد وصفة سهلة جدا وسريعة وبجد تحفة جدا، وبجد كانت ريحتها بجد قمر، ريحتها كانت قلب الدنيا. اللهم بارك، حاجة كده قمر. ما تنسيش يا قلبي ان عجبك الفيديو، ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة. باي باي.